عاملة ايه يا حبيبتي؟ ايه ده، في ايه؟ بتعيطي ولا ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ اه، في ايه يا حبيبتي؟ ده انا ماسكة نفسي بالعافية، في ايه؟ أنا كل يوم بفضل فاتحة الصورة دي وأكلم بابا وأترجى يرجع، وأفضل أدعي لشريف. كل يوم بقول لماما إن اللحظة اللي بابا هيرجع فيه هيكون شريف معايا، وعند امبارح جه النهارده ماما نفسها مش معايا. بصي لي، بصي لي، انكل يوسف هيرجع، فاهمة؟ ان شاء الله هيرجع، وانتي وطنط يعني اكيد مش هتفضلوا متخاصمين. وشريف انا هصبرنا على فراقه. اهدي. طول ما انا عايش مش عايز اشوف الدمعة دي على عينيكي. انا عايزك جامدة زي ما متعود اشوفك. كل حاجة هتتحل، بس اهم حاجة دلوقتي اللي لازم تتحل انك لازم ترجعي لفريدة. هي اكيد عملت كده في لحظة غضب، وانا مسامح. ازيك يا بنتي؟ الو. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. حصل لي امتى الكلام ده؟ انا جاي حالا. في ايه؟ ازاي ده حصل؟ متوقعين ان ممكن يكون ضغط على المكن الفترة اللي فاتت، علشان كنا شغالين بشكل متواصل، علشان نلحق نخلص الطلبية. المسؤول عن الكارثة دي لازم يتحاسب. أنا المسؤولة يا هارون، وهتحمل أي حاجة تحصل. تلاقيش يا مدام فريدة، التأمين مغطي كل الخسائر. الحمد لله. طب يلا عشان اوصلكم، يلا. أنا مش ماشية من هنا غير لما البوليس يقول إيه اللي حصل. أنا حاسة إن اللي حصل ده فعل فاعل، ولازم أعرف اللي عمل كده. اللي عمل كده لازم يتحاسب مهما كان هو مين. هو ايه اللي بيحصل لنا ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ما تجاوبي، ايه اللي بيحصل ده؟ سوري، اهدي، امسكي نفسك اكتر من كده. هو في ايه؟ جاوبيني، قولي لي، انا مش فاهمه ايه المصايب كلها عماله تنزل على دماغنا. في ايه؟ انا معاكي، اهدي، انا معاكي، عمري ما هسيبك. ماشي مريم، خدي جوري واطلعوا على البيت. حاضر يا فندم، يلا يلا يا حبيبتي، يلا اهدي. فاكرة نفسك صاحبة المال؟ ده مال الملك يا فندم. يا لوكي، عايز انام. لا انت نمت كتير، قوم افطر معايا. بكره يا حبيبتي، بكره وعدك افطر معاكي. خلاص انت الخسران، انا كنت هقول لك سر ب1,000,000 جنيه. طيب انا هقوم افطر معاكي اهو.